بيراميدز هياخد الدوري السنه دي يا جماعه، طول ما بيتعين له حكام ملاكي، حكام ما عندهاش خبره، ما عندهاش درايه بالقانون، حكام ما بتتحاسبش على اخطاء قبل كده. النهارده ضربه جزاء لسموحه في الدقيقه 90 من 1-0 لسموحه تتحول ل 1-0 لبيراميدز. كل ماتشات بيراميدز كده، كلها كده. امبارح برضو ماتش الاهلي مع بتروجيت، امام عاشور متشال من على الارض، شيء متشال وعبد العزيز السيد الحكم لا لا العب على الكوره، على الكوره، كوره ايه يا كابتن؟ انتوا بتاخدوا يعني، انتوا بتدرسوا تحكيم؟ في حد بيحاسبكم في لجنه الحكام؟ يعني في حد بيجي يقول لكم انت حسبت اللعبه دي غلط ليه يا ابني، انت كده اخطات؟ لا، طب اركن على جنب بقى، انت كده عندك مشكله، لان انت مش فاهم، انت مش كده، مش فاهم في قرارات التحكيم. فرق ينزل اركن شويه، شهر شهرين ريح في بيتكم، ما تحكمش، فلما يرجع يتقي الله. لكن النهارده من 1-0 لسموحه ل 1-0 لبيراميدز، بيراميدز يتصدر. وامبارح امام عاشور والله متشال من على الارض، متشال، وعبد العزيز السيد لو غيرت سرعه على الحكم بيقول له كوره، كوره ايه يا كابتن؟ واللي قاعد على الفار ولا الهوا الشناوي ابن الشناوي دوت، ولا الهوا، ولا اترجعت ولا اتعادت، ولا اتعادت. هيبنهم يعينوا حكام ملاك البيراميدز وحكام بتدقق على اي حاجه للاهلي، وللاسف احنا عندنا كمان لعيبه ما بتعترضش. هات لي لعيب من الاهلي اعترض على حاجه، ولا راح للحكم، ولا زعق للحكم، ولا الهوا، ولا امام عاشور قام زعق، ولا مثلا لقيت نص الملعب قامت زعقت للحكم يا كابتن رجعها في الفار. لا مفيش، في لا مبالاه برده من لعيبه الاهلي، برده حاجه غريبه جدا الصراحه والله. الدوري كده هيروح لبيراميدز يعني، اذا ما كانش هيتوجه للزمالك فهيتوجه لبيراميدز. فضيحه النهارده ماتش بيراميدز السموحه، فضيحه فضيحه فضيحه. وفضيحه في ماتش الاهلي وبتروجيت، احنا كسبنا الحمد لله، بس كان لينا بدل ضربه جزاء 3 ضربات جزاء، امام عاشور، واحده لقفشه وواحده للعش، والحكم ولا هنا ولا في فار اصلا. وشكرا بقى، واطلبوا بقى خبير اجنبي زي ما كان الاهلي بيعمل بقى، مش هتلاقوا حد بيطلع حكام اجنبي غير الاهلي. سلام.